ايه الاخبار؟ وحشني التصوير، وحشني الرغي على اليوتيوب، وحشني كده افتح الكاميرا واقعد اتكلم كتير. المنصات التانية ما سريعة كده وتجيب صداع وفيديوهات قصيرة. بحب انا اليوتيوب لان كلام عليه بنبقى براحتنا، مش مستعجلين، بنتكلم وبنغوص في تفاصيل حاجات كتيرة حلوة. انا طالعة النهاردة ليه بقى؟ مش محضرة اي حاجة على فكرة، طالعة كده اتكلم ونشوف الفلو هيودينا على فين. امبارح كنت قاعدة بصور فيديو مع رويدة اختي، رويدة عريشة. هحط لكم الفيديو اللي كنا بنصوره تحت في الديسكريبشن. كنا بنتكلم في حاجة مهمة جدا، حاجة مهمة انه خلاص بقى، يعني بتهيألي خلاص وصلنا لمرحلة المفروض بقى كل البنات تبقى عارفة الكلام ده. والمفروض كل البنات تبقى عارفة الكلام ده، وكل الأمهات تبقى عارفة الكلام ده عشان تبقى عندها وعي وتوصله لبناتها ويبقى خلاص بقى. ليه؟ لأن المسلسلات، الأغاني، الحاجات دي عملت لنا كوارث في وعينا. طلعنا كلنا كبرنا كبنات فاهمين حاجات غلط خالص خالص، كلها مفاهيم بايظة، مفاهيم مغلوطة. عن ايه؟ طالما قلت بنات انتوا عارفين عن ايه؟ عن الحب والعلاقات العاطفية فالبنت طلعت يا عيني، اللي هو احنا كلنا طلعنا، والولد على فكرة باي ذا واي، يعني كلنا طلعنا. ما هو احنا عندنا مشاكل، ترومات بقى وهيصة. المهم طلعنا بقى اتربينا على المسلسلات والاغاني والحاجات دي كلها مدخلة في دماغنا فكرة معينة عن الحب، انه الحب، وهو ده اللي كنا بنتكلم فيه امبارح انا ورويد في الفيديو، ان الحب لازم حد يجري ورا التاني. فهمتوا الفكرة؟ لازم حد بيجري ورا حد والتاني بيجري من الحد اللي بيجري وراه. ايه اللفة دي؟ طول عمرنا بنشوف ده، بيعززوا المسلسل اللي احنا بنشوفه او الفيلم اللي احنا بنشوفه او الاغاني اللي احنا بنسمعها. طب ده كلام، ده مش كلام، ده غلط. كتير بنشوفها في الجلسات وفي القعدات وفي الحكاوي البنات، انه ده قاعد بيلفت نظري، دي قاعدة بتلفت نظري، دي وطبعا بقى ايه، كيف تصطادين عريسا، وبصوا بقى يعني ليلة كده ليلة. فهو ليه دايما لازم نجري ورا الطرف التاني عشان ياخد باله منا، عشان تاخد بالها مني، عشان اشغلها، عشان ايه ده؟ This is not love by the way. فركزي معايا كده وهاتي قهوة ولا حاجة تشربيها، وايه خلينا ندردش مع بعض. طيب ايه اللي بيحصل؟ ليه ده كله؟ احنا اتبرمجنا انه احنا هو ده، لازم ابذل مجهود عشان الفت النظر، لازم الف وراه واشغله عشان يجيلي. ليه لازم ان انا اقعد اتشغل وافكر وادبر واعمل خطط وازاي اجيبه؟ وهو نفس الشيء ياخد دور البنت ويقعد يحوم حواليها ويلفت نظرها، وفي الاخر تيجي تكلمه او يعني تيجي حتى تفتح حوار معاه لاي سبب إن كان، ان شاء الله لو بتسأل على حاجة في الشارع ولا في الجامعة مثلا بتسأل على سيكشن ولا قاعة معينة ولا بتاع، يعمل نفسه من بانها، وانت مش كنت هتموت وتكلمك من شوية وانت ايه؟ هو ده بالظبط اللي كنا بنتكلم فيه انا ورويدة امبارح في الفيديو. تلاقي بقى البنت بقى هو يعمل كده يشغلها اكتر وتقعد تفكر اكتر. طيب ده عايز له حلقات وفيديوهات وسنين نقعد نتكلم في كل يعني تكنيك، لان ده كله توكسيسيتي، يعني الألاعيب بقى، وانه نجري هنا ونلفت نظر هنا ونعمل دي كلها بقى ايه يعني، اضطرابات كتير واشكال كتير وحركات كتير وسلوكيات كتير. ولو عايزين نتكلم في حاجات كتيرة بقى يلا اكتبولي في الكومنتس، يعني حطوا اسئلتكم والدايركت عندي مفتوح اصلا انستغرام لانهم كتير قوي. بس انا دلوقتي دي كانت استفتاحية كده بس بفضفض معاكم بشكل عام بس. طلعنا بقى يلا هو ده الديفولت انه يلا مين هيجري ورا مين هيلفت نظر مين
مين هينبه مين، مين هيشغل مين، مين هيعلق مين. هو لازم حد متعلق وحد متشعلق وحد ايه. فلازم نرجع بقى للفطرة، الديفولت الأصلي، مش الديفولت التعبان اللي خدناه من المسلسلات ومن الأغاني. فنرجعهم بقى للسيتنجز الأصلي، نرجع بناتنا للسيتنجز الأصلي. وانتوا يا بناتنا اللي بتسمعوني، لأن أنا عارفة إن كتير مراهقات وصغيرين بيسمعوني، نرجع للديفولت الأصلي. ده مش حب، واللي يعمل الحركات دي اوعي تفكري إن هو بيحبك، ده ما بيحبكيش، ده ما يعرفش أصلا يعني إيه حب زيك كده. ما هو انتي لو انتي وقعتي فريسة الحركات والحاجات دي، ما انتي كمان ما تعرفيش يعني ايه حب وعلاقة عاطفية سوية وسليمة ومظبوطة وفطرية اللي هو اللي ربنا خلقه اصلا من الاساس. تمام؟ لان احنا خلاص اتفقنا انه الديفولت نفسه الاساسي باظ، السيتنجز الاساسي باظ. تمام؟ ايه بقى يعني انا المفروض انا دلوقتي في الجو الديفولت البايظ ده او السيتنجز البايظ، اعمل ايه؟ اقرا واثقف نفسي واوعي نفسي وافهم واعرف واسال وافتح عقلي قبل ما افتح عينيا واشوف وابص، وممشيش ورا اهوائي، وممشيش ورا حاجات بتوسوس لي. طيب دلوقتي اكيد كلكم هتسالوا جواكم، يجيلكوا سؤال، طب اعرف منين اصلا؟ خديها قاعده كده، ماشي؟ اي حاجه بتخليكي تتسائلي، يعني ايه؟ اي حاجه بتخليني اقول هو كان يقصد ايه، هو كان فعلا قصده، هو كان باصص لي قصده، هو اتصل ولا كل شايفين؟ بصي، شايفه التساؤلات دي؟ دماغك مشغوله، هو كان بيبصلي ولا لا، هو مش عارفه ايه ولا لا كده. طالما بتتسائلي يبقى انت رايحه في السكه المش مظبوطه. فهمي اللي انا بقوله، ان انت تقعدي تسالي نفسك دي، تسالي نفسك حاجات تانية في الحاجات المهمه، لكن تفسري سلوكه انت مش فاهمه سلوكه، ويقول كلمه والسلوك مش ماشي ان بارالل مع الكلمه، يعني كلامه مش ماشي بالتوازي مع افعاله مش مستمره ان بارالل مع بعضها، يعني افعاله مش دايما ماشيه في باث واحد، مره كده ومره كده، مره لون ومره لون، مره كلمه هنا والفعل هنا. فهمتي الفكره؟ صحصحي معايا، كلمه والفعل في حته مختلفه، يعني الكلمه في حته والفعل في حته، او حتى لو الكلمه ماشيه مع الفعل، يعني كلامه زي افعاله بس مره كده ومره كده. فهمتي؟ دايما الميه دي، الدنيا عايمه، لما تلاقي الدنيا عايمه اعرفي ان في حاجه مش مظبوطه، في حاجه مش تمام. ده اللي بنقول عليها ميكس سيجنالز، اشارات مختلطه، ولا معرفش اسمها ايه بالعربي، انه يخليكي تفكري كتير، تشغلي كتير. طب هتقولي لي انا اتلخبطت منك، يعني انا مش هفكر يعني؟ لا هتفكري طبعا، انا قلت لك تفتحي عقلك قبل ما تفتحي عينك، دايما تبقي مصحصحه ودماغك كده شغاله، تفكري في اللي يستاهل ان انتي تفكري عليه. واحنا اي حاجه هنفكر فيها مش بسهوله دماغك تتشغل، ولا تقعدي تفكري في ده بصلي، شفتي بيبصلي ازاي، والبنات يا عيني الهبله تفكر ده بيحبني. وجايلكوا كلام قدام شويه دلوقتي عن الموضوع ده، ليه البنات بتعمل كده. فما تشغليش دماغك في اي حاجه، تشغلي دماغك في الحاجه اللي تستاهل. تلاقوني مبرقه كده بس عينيا بتوجعني اليومين دول، فهمتيني؟ فتشغلي دماغك في الحاجه اللي تستاهل. طيب دي حاجه، ان انتي لازم هنرجع السيتنجز الاصلي.
كل اللي بتشوفيه في المسلسلات وفي الافلام وفي الاغاني ده هطل. يعني انا فاكره انا شفت الفيلم اللي هو الهوى سلطان، بروباجندا على الفيلم وانا من غيرك بتوه توهان والكلام شفتوش في السينما، شفته على شاهد باين ولا مش فاكره شفته على فين، يعني كان بقاله فتره. لما شفته قلت ايه ده، ايه القرف ده؟ مش القرف كفيلم، بالعكس التمثيل والسيناريو لا خطير يعني كصناعة فيلم، لكن كعلاقة، ايه العلاقة التعبانة البشعة المقرفة دي؟ فاهمين؟ فتخيلي بقى كل الافلام تشربك كده من وانتي نونو، من وانتي صغيرة، فيطلع السيتنجز عندك بايظ. ما هو ده، فاحنا هنرجع صماويل دماغنا وصماويل السيتنج للسيتنج الاصلي. طيب نيجي بقى للنقطة المهمة اللي من غيرها مش هتعرفي تعملي اي حاجة، ومش هتعرفي ترجعي السيتنج الاصلي لاصله، والدنيا هتبوظ. وهو ده الكور بقى، ده الكور اللي انا عايزة اكلمك فيه. ايه هو؟ دلوقتي بقى ركزي معايا. ركزي معايا، البنت اللي مش عارفة قيمتها انت مش هتعرفي تعملي اي حاجة، وعلاقاتك كلها تبقى بايظة. ولو حتى جيتي اتجوزتي مش تبقي مبسوطة وعلاقتك هتبقى وحشة، ومش هتتجوزي راجل كويس يليق بيكي. ليه؟ عشان انتي مش عارفة قيمتك. تمام؟ فهما نقطتين الكور اللي انا عايزة اتكلم فيه، عبارة عن نقطتين ماشيين كده مع بعض، حطيهم حلقة في ودنك. النقطة الأولى اللي هي قيمتك هتحطيها في الودن دي، والنقطة التانية اللي اتكلم فيها دلوقتي حطيها في الودن التانية. سامعيني؟ طيب هتحطي في الودن دي قيمتك لازم تعرفيها. اقولك بقى دلوقتي لو انتي مش عارفة قيمتك، ايه الأصوات اللي بتقولك في دماغك؟ ايه الأصوات اللي بتجيلك عشان تعرفي ان انتي مش شايفة قيمتك؟ هما يحبوني على ايه؟ هو انا في حد يحبني؟ لا وانا اجي ايه جنبهم؟ لا ده استنى بس، انا ما يعني انا ما قلتش حاجه. طب ده انا ما بيجيليش عرسان، انا ما حدش بيبص في وشي، انا صحابي احسن مني، انا صحابي احلى مني، انا مش جميله، وكلام كتير من ده بقى. كل الاصوات اللي بتيجي توسوسلك في دماغك وتقولك انتي مش جميله، ولا انتي ما انا ايه جنبهم، ده كله الاصوات دي مش حقيقيه، ودي يعني يتقال فيها فيديوهات تانية كتير. بس هتحطي في ودنك الحلقة دي، قيمتك ثم قيمتك ثم قيمتك. خلاص؟ البنت اللي مش عارفة قيمتها هتنزلي من نفسك جامد، وهترضي بقليلك، وهتسمحي بإهانات، وهتسمحي بحاجات كتيرة بقى، يعني من أقل حاجة، من أصغر حاجة لأعلى حاجة. يعني انتي هتدخلي علاقات هتتهاني فيها. ليه؟ عشان انتي مش عارفة قيمتك. دي النقطة اللي هتحطيها في الحلقة دي. طب الحلقة التانية يا لينا، أو الودن التانية يا لينا، الودن التانية، وهي أصلا هما الاتنين مرتبطين ببعض، الحلقة دي مع الحلقة دي، أو الحلقة ده مع الحلقة ده. الحلقة التانية هتحطي فيه الاحتياج. يعني ايه؟ يعني أنا دلوقتي عندي احتياج عاطفي. فاكرة لما قلتلك الأصوات في الودنة الأولانية، الأصوات اللي بتجيلك منها تعرفي ان انتي مش شايفة قيمتك ومش عارفاها؟ الحلقة دي الاحتياج. هقولك الأصوات دلوقتي اللي تعرفك ان انا عندي احتياج. انا نفسي في علاقة عاطفية، انا نفسي يبقى ليا شريك وجوز ولا خطيب ولا ولد احبه ويحبني. نفسي احس ان في حد بيحبني. نفسي. وانا ده معنى كلامي بقولك ما يبقاش نفسك؟ لا، تفهميش كلامي كده. كلنا من حقنا ان احنا نحب ونتحب ونجرب الشعور العاطفي والعلاقة العاطفية، وابقى مع واحد في علاقة ونحب بعض والكلام ده كله. بس لو انتي عايزة تدخلي علاقة كده حلوة زي دي، ركزي في اللي انا هقولهولك. الودنة التانية اللي هي الاحتياج، اوعي ثم اوعي ثم اوعي تنصاعي لاحتياجك. مش مجرد ان انا عندي احتياج اسمح له يسوقني، اوعي.
هتسمحي لاحتياجك انه يسوقك ويخليك تتنازلي، هتتهاني زي الحلقة الأولانية. لو ما شفتيهاش هتتهاني، دي كمان هتتهاني. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا مش لمجرد ان انا محتاجة، والاحتياج على فكرة بيشبع وله طرق كتيرة، وانا مش بقول كلام على ورق، انا عارفة انا بقولك ايه وانا جربت اللي انا بقوله لك ده. مش لمجرد ان انا محتاجة اسمح لنفسي ان انا اقلل منها، لا لا، ارجوكي ارجوكي عززي نفسك، عززي نفسك واعرفي قيمتها، لانها تستاهل ان هي تدخل في علاقة جميلة. وصدقيني عمر ما لو سمحتي لاحتياجك يسوقك ده هتفكري ان انتي بعدين هتلاقي لا 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 لا، هتنزلي نفسك في مستنقع الله لا يوريكي. لا، ليه تعملي في نفسك كده؟ وربنا رحيم. انتي لما تسعي وتشتغلي على نفسك وترحمي نفسك، تحبيها وتطبطبي عليها، فربنا راح فين؟ ما ربنا موجود، ربنا هيطبطب عليكي. فاوعي تفكري ان انتي هتفضلي عايشة شعور الاحتياج ده ومتمكن منك كده طول العمر، لا، اوعي تفكري كده. ليه بقى؟ انا لما اكون محتاجة وامشي ورا الشعور ده، زي بالظبط اللي بيمشي ورا شهوته، شهوة الاكل مثلا، انا عايزة اكل، انا بحب الاكل، وتفضلي تاكلي لحد ما تودي جسمك في مشكلة بقى صحية او كده، او مثلا تفضلي تاكلي حلويات كتيرة وحاجات مضرة كتيرة لجسمك مثلا. نفس الشيء، الشعور ده له شهوة برضو. يعني انا بشوف بيرسونالي، يعني انا بشوف انه في مشاعر زيها زي الشهوات المادية، زي اللي يمشي مثلا ورا الفلوس ويخلي الفلوس تعميه وتسوقه. مش معنى كده ان احنا مش من حقنا نجيب فلوس، ومش معنى كده ان احنا مش من حقنا ناكل وننبسط وربنا جايب لنا نعم كتيرة نستخدمها ونشكر ربنا عليها ونحمد ربنا عليها. لا، ما هي دي كلها نعم، الاكل والفلوس والكلام ده كله نعم. فاسقطي الكلام ده بقى على شعور الاحتياج اللي انا بقولك عليه. شعور الاحتياج ده هنحسه، وانا هعمل قريب ان شاء الله سلسلة لكتابي الاي كيو، منهج الرفاهية المشاعرية، ازاي تعرفي تثقلي الشعور عندك، تتعاملي معاه. احنا الانسان ايه غير شوية مشاعر فوق بعض؟ فحلو قوي قوي ان انتي تعرفي تتعاملي مع شعورك، مش بس الاحتياج. وبعدين الاحتياج مش شعور، الاحتياج حالة، مشاعر مركبة، كتلة في بعضها، مش شعور واحد. مش زي مثلا الخوف، الغضب، الحزن، المشاعر دي. فتابعيني، هعملك سلسلة للإي كيو، هنمشي مع بعض رحلة حبة حبة، ستيب باي ستيب، عشان تعرفي ازاي اصلا تفهمي يعني ايه رفاهية مشاعرية، يعني ايه رفاهية اصلا، وتتعاملي مع شعورك ازاي. والمشاعر حلوة ووحشة، المشاعر مش كلها وحشة. وتجربي كل شعور وتفهمي الدنيا ماشية ازاي، وتبقي انسانة كده واعية، انسانة كده ثابتة في الارض، مش اي حاجة تهزك، مش اي ولد بصلك بصة كده تتهزي وتتشغلي ودماغك تروح وتجيب، وده بصلي وده قالي وده وشفتيه وعمل ايه خليكي تقيل كده، خليكي ثابتة في الارض. يعني زي ما بيقولوا يا جبل ما يهزك ريح. لازم تبقي قوية كده وجامدة، مش اي حاجة كده تيجي تلعبلك في اعداداتك. فاهمة الفكرة؟ او صمويل مشاعرك، احب انا اقول دايما الكلمة دي، انه مش اي حاجة موقف، حتى على فكرة مش بس يعني ولد شفتيه في الشارع انه يبقى عندك stability، لا، في الحياة عموما. ليه؟ الحياة مليانة مواقف، الحياة مليانة مواقف، منها اللي بيهزنا وبيوجعنا ومواقف متعبة ومواقف تقيلة ومواقف بتضايق، وفي الشغل ومع مش عارفة ايه، زمايلي في الشغل، في الشارع، مع صحابي، مع جيراني، مع اهلي، مع المشاكل مليانة الحياة. لازم يبقى عندك stability كده واستقرار كده. ودي انا ناوية ان شاء الله اتكلم فيها فيديو تاني، مع الاحداث اللي بتحصل والابديتس اللي في الدنيا،
بتلاقي كده الانسان الفراجايل او اللي مش عارف يوصل لستابيليتي او ثبات شعوري، ثبات انفعالي خلينا نقول، اي موقف يهزه. يعني دايما بنسمع اللي هو ده انا خليتها تعيط، ده انا مش عارفه ضايقتها لك وخليتها تعيط وبتاع والكلام ده. فاهمه الفكره؟ فهو ده ازاي تبقي ثابته كده وجامده وعندك ثبات انفعالي وثبات شعوري، مش اي موقف يهزك، مش اي واحد يلفت نظرك ويخليكي يشغلك وتفكري فيه وما تناميش الليالي. انا بشوف بنات يعني ما بيناموش الليالي بتفكر في واحد بصلها بس في الجامعه مثلا واحد بس هي معديه، واحد بصلها بس، ما تقعد 3 ايام ما تبقاش عارفه تاكل ولا تنام ولا تشرب ولا ليه. فاهمه الفكره؟ تابعوني على الانستجرام والتيك توك، والدايركت عندي مفتوح، وفي الكومنتات حطوا لي اي سؤال هرد عليكي. استنيني في الفيديوهات الجايه. see you in the next video. bye.